السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. أول يوم مدرسة، أول يوم مدرسة. اصحى. اصحى. يا رب تكون عام سعيد عليكم كلكم وعلينا، وعلى الأمة الإسلامية كلها. حاجات كتير جاية مع بعضها. ذكرى المولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي، وقريب قوي كمان كام يوم الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر. ربنا يا رب يخلي مصر دايما في احتفالات والأمة الإسلامية كلها. النهاردة هنتكلم بقى، بما ان احنا أول يوم مدرسة، هنتكلم عن شوية نصايح لولي الأمر عشان يخلي باله كده من أولها، وما ننامش كده ونريح وابننا رايح جاي المدرسة والدروس بتتراكم، وكمان ممكن حاجات تانية ما ناخدش بالنا منها في التغذية والحاجات دي كلها. الناس تعمل ايه مع عيالها وهي رايحة المدرسة؟ بالنسبة أول حاجة بيفكر فيها ولي الأمر وهو رايح المدرسة الأكل. هيعمل ايه مش لازم لانش بوكس، يعني اللانش بوكس ده عشان الغلاء اللي احنا فيه. الناس اللي مش قادرة ما عندهاش علبة أو علبة تلاجة، ممكن علبة تلاجة حلوة يحطوا فيها الأكل ويحطوها في الشنطة. ده بالنسبة للحاجة اللي هنحط فيها الأكل. الأكل بقى نفسه بالنسبة للأكل اي حاجه خفيفه، أي حاجة خفيفة، يعني مثلا جبنة، أكل بقى على رأي زي ما انتي قلتي كده، أكل صحي. نوعي ينوع، ما يعني تحطيليش مثلا كل حاجه، سندوتش واحد ما بروتين. تحطيليش كل حاجه بروتين لو فول مثلا يعني البروتين ده مش لازم فراخ ولحمه، طبعا احنا بنتكلم من الناحيه الاقتصاديه عشان الناس كلها. قادر ان انت تعمل بروتين، اعمل اللي هو اللحمه فراخ. انما مش قادر بقى، في بروتين تاني اللي هو مثلا فول، فلافل، اي حاجه بقى، بيض. بطاطس. دي بطاطس دي نشويات. بيض مثلا، بس البيض بيبقى مش لطيف شويه في الفصل، هما بلاش البيض. يعني برضو دي زي ما انتوا شايفين، والرؤية بتاعتكم حاجة موجودة في البيت ينفع ان هو تحطها له في العلبة ياكلها، بس طبعا بقى مش محشي والكلام ده. يعني في ناس في ناس بتاخد محشي. نعمل لهم مثلا شوربة خضار ولا نعمل لهم ايه؟ يعني انا ابني رايح المدرسة، اعمل له ايه؟ النصايح اللي عايزين نقولها لولي الامر وهو بادئ العام الدراسي عشان ياخد باله برضو من تغذية ابنه، ومن كمان متابعته المواد الدراسية، عشان يبقى الولد جسمانيا صحيح، وبالتالي هيكون عقله سليم ويستوعب كويس. اولا هنتكلم من ناحية الاكل. الطلبة بقى والتلاميذ المفروض ولي الامر نعمل لهم اكل ايه؟ ما نعملش كل الاكل يبقى نوع واحد. ما اعملش اعمل له 5 او 3 4 سندوتشات اللي هعملهم يبقوا فول، او عندك كلهم. جبنه، عندك ماشي، واحد حطيلي جبنه فول. واحد فول. احنا طبعا بنتكلم من الناحيه الاقتصاديه، ولو ان الفول برضو غالي لا اله الا الله. والجبنه غاليه. ودي من غير سندوتشات. هنوديه من غير سندوتشات خالص؟ لا طبعا، ازاي؟ لازم الطفل ياكل. وعلى فكره في اطفال كانوا بيجوا لي الفصل، اقول له يا حبيبي انت مش بتطلع ليه اكلك تاكل في البريك؟ يقول لي انا فطرت مع ماما في البيت. يعني مامته بتفطره في البيت وتنزله، يجي يحضر بقى اليوم الدراسي ويروح يتغدى مع مامته في البيت. ده برضو في ناس بتعمل كده. ماشي، بس برضو يبقى معاه سندوتش او سندوتشين، المفروض يجاع. ممكن. لا ده بالنسبه لناس معينه هي ماشيه كده ونظامها كان كده، بس انا بقول يعني من الافكار اللي عدت عليا وانا شغاله مدرسه. انما انا طبعا كأم وكولية امر كنت بعمل طبعا، حتى لو ولادي كانوا لازم ياكلوا سندوتش قبل ما ينزلوا من البيت، واحط لهم برضو سندوتشات في الشنطه. فاحنا بنقول الاكل ده يكون صحي ويكون متنوع. ويحط له خضار، يحط له حاجه مسكره. لو خضار. مش معاه حاجه مثلا فاكهه، الفاكهه غاليه. الفاكهه غاليه فاكهه، برضو. لو مش هينفع يحط له فاكهه. لو مش هينفع يحط له فاكهه، يديله خضار. فلوس مثلا. قلنا ماشي، يبقى الخضار. حاجه هو حلوه، الخضار بس والفاكهه لا بقوا مفضلش. غاليين، بس احنا يعني ايه، والله لو حته تفاحيه، لا تفاحيه غاليه قوي. في ايه؟ عنب كم حبايه عنب مش يعني مش غاليين قوي. مثلا ايه تاني ممكن يكون في متناول ايد الناس كلها. الحاجات اللي انت قادر عليها سواء خضار او فاكهه وابنك هيستفيد منها، هنحط له جنب الساندوتش كده ايه، يعني يبلع، يعني ميبقاش كله ابسط يا ساندوتشات. عم. ابسط. ابسط يا سيدي. طبعا ازازه الميه
لازم يبقى معاه ميه وكده، بس الميه بقى ما تتكبش، ايه، ازازه تبقى الغطا مفتوح، الازازه مخرومه، ونغرق الشنط والحاجات دي، انتوا عارفين. ايه تاني بقى بعد كده؟ نتكلم في الواجبات بقى. التلميذ خلاص راح راح المدرسه، اكل، حضر، اكل عمل كل اللي نفسه فيه، حضر روح بيتنا بقى. تمام، روح بقى البيت. احنا بنتكلم من ناحيه ولي الامر. في جوانب تانية هنتكلم عليها من ناحيه التلميذ او من ناحيه المدرس. احنا دلوقتي بنتكلم من ناحيه ولي الامر. ولي الامر عليه تغذيه الطفل كويس، وايه تاني؟ متابعة. المتابعه بتاعته بعد ما يروح بقى واخد حاجات في الفصل، واجبات، ياخد الواجبات دي اول باول. ايه والله بيضربه جامد عشان ما قراش، مثلا جاي من المدرسه انت اقرا دي، ما انت بتتابع، انت كده بوظت الطفل، انت بوظته خلاص. عقدته. يعني انت ما تدخلش في النص كده وانت مش ماشي معاه من البدايه واحده واحده، تقول بقى اما تابع بقى اشوف الواد ده بيقرا ولا ايه، بعد ما عدى كام سنه مثلا انت مش متابعه، وتلاقيه تفاجئ مثلا بان هو مستواه ما بيقراش او ما بيكتبش، او في حاجات مش عارفها، تروح بقى ايه، يبقى هجوم بقى وضرب او اهانه او شخط وزعيق. يبقى واحده واحده يتعامل معاه ويفهمه ويعرف مشكلته ايه بقى وايه، ويعالجه واحده واحده، ويعرف ان هو يرجع يبتدي يوقفه على رجله بقى واحده واحده. عارفين بيلعب مع مين، الشارع برضو لو في شارع ما يبقاش شارع خطر. احنا بنتكلم في كل الطبقات دلوقتي، يعني مش معنى ان انت ما عندكش نادي ان انت ما تخرجش ولادك، او انهم او ما معكش فلوس انهم ما يخرجوش. لا، اخرجوا اتمشوا في الشارع، ده ابسط الاشياء، اتمشوا، اعملوا اي حاجه في البيت، او سندوتشين كده للولاد من البيت، واخرجوا امشوا مع بعض، امشوا في اي حته كويسه. المهم ان انتوا تخرجوهم، يخرجوا يطلعوا من مود المذاكره. طبعا الناس هتقول لي هو في وقت للكلام اللي انتوا بتقولوه ده احنا يا دوبك على ما الولاد ما بيجوا من المدرسه ويعملوا الواجب وكتب قد كده وواجبات قد كده ودروس وما اعرفش ايه، بس ما ينفعش، هيفصل منك في النص، هيفصل في النص. هو يعني بني ادم مش بيحب الشغل طول الوقت. يعني قصدك مهما كانت الضغوط والمذاكره وكده لازم ياخدوا بعض ويخرجوا او يخرجوا. ان شاء الله ما يخرجش، بس فك عنه شويه، ما تبقاش مقفلها عليه، ما تبقاش اللي هو عباره عن كل ما تشوف وشه انت ذاكرت. طب ما فيش حاجه اسمها صباح الخير، عامل ايه، يبقى عايز تخرج مخنوق. يا رب دايما تكونوا فرحانين بولادكم ومبسوطين انتوا وهما. وطبعا سياسة القناة بتاعتي ان دايما نذاكر واحنا مبسوطين، ونبقى حابين نذاكر ونتعلم. لو انت مش حابب ومش مبسوط مش هتستفيد حاجة، يعني هتتعب على الفاضي. صح ولا ايه؟ صح. باين. يبقى احنا ده بالنسبة للأكل والمتابعة لولي الأمر. طب بقى دور نروح للمعلم ولا للطالب أو التلميذ؟ يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا بالنسبة لولي الأمر ومتابعته والترفيه وكل حاجة. طيب تعالوا بقى لمين؟ للطالب أو التلميذ. Sorry ass DJ. الطالب او التلميذ الطالب او التلميذ في الفصل، قاعد في الفصل دلوقتي وراح المدرسة، هيعمل ايه؟ المفروض يعمل ايه التلميذ او الطالب؟ طبعا التلميذ ده اللي هو اللي في ابتدائي الصغير، الطالب اللي هو من اعدادي وثانوي، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ مش انتي قلتي لي يقعد مركز، يحترم المدرس؟ ارجوك احترم المدرس. يعني يا ريت بعد اذنك من فضلك احترم المدرس. لا، هو بيقول لك اقعد مكانك، والله بيقول لك يعني بطل كلام مع اللي جنبك، بيقول لك شيل اللي قدامك ده، مش ايا كان اللي قدامه، اكل ميه، شيل يعني شيل حاجه، شيل حاجه ما هياش خاصه بالماده اللي انتوا شغالين فيها. يعني ما يبقاش المدرس بيشرح رياضه واحنا في اول يوم فهتلاقي الناس او ماشي المدرسين بيعدوا، بس ارجوك احترم المدرس. احنا مش بنتكلم على اول يوم بس، يعني احنا بنتكلم على عامه، قاعد تسمع كلامه وهو عارف مصلحتك.
مش معقول المدرس هيأذيك يعني في الفصل. مش مستقصدك والله، هو تعب نفسه ونزل الصبح وجاي يعلمك يديك معلومه يساعدك في المنهج. احترم المدرس. طيب بالنسبه يعني استحمل زمايلك، انا غلطت منك شويه ومنهم شويه، مش لازم انت تبقى يعني كل حاجه انت عاوزها تعملها. اقعد على الحرف، لا انا مش بقعد على الحرف، انا بحب في النص. اقعد في النص تقول له لا انا ماليش دعوه انا عايزه اقعد على الحرف، لا زق معايا الليله. زق معايا اليوم زي محمد هنيدي، انت شويه وهو شويه. كنت وانا في الفصل ساعات الولاد كانوا بيتخانقوا على حكايه الديسك دي، كلنا كده مبدئيا. كله حته قعده المكان دي بيبقى كل واحد عايز يقعد مرتاح. فانا كنت اقول لهم كل واحد في الديسك يوم، انت يوم جوه وانت تدخل اليوم التاني تدخل تقعد جوه، واليوم التالت تقعد على الحرف، وهكذا. يعني عشان ما يفضلش التلميذ طول الوقت في نفس المكان لو هو متضايق منه قاعد متضرر اصلا. عشان ما يبقاش قاعد متضايق. دي فكره برضو ممكن انت وزميلك تتناقشوا فيها مع بعض بالراحه يعني. مش لو زميلك مش موافق تمسكه تضربه، اوعوا. طيب دلوقتي بقى بالنسبه للشرح والمدرس قاعد بيشرح دلوقتي، ركز معاه. ركز مع اصل انت لو ما ركزتش هتتضايق، فركز معاه. ركز احسن. يعني انت كده متضايق وكده متضايق، فلما تركز هتستفيد. دي حاجه تضايق ان لما حد يكون بيكلمك حتى مش قاعد يشرح لك معلومه وانت باصص جنبك او بتكلم زميلك. يعني تخيل كده مش محترمه. يعني بتكلم لو انت بتكلم حد وهو بيكلم اللي جنبه ومش باصص لك مش منتبه لك، ده لو كلام عادي هيتضايق، صح؟ لازم في آداب الاستماع ده في الإسلام، وفي حديث كمان ان انت ازاي تنصت اللي قدامك. دي حاجة في ديننا كمان المفروض احنا كلنا نتعلمها. طب ماشي، فاضل حاجة ايه هي؟ اللي هي المدرس بقى. دور المدرس. دور المدرس ايه؟ ان هو هيعمل ايه بقى في الليلة دي المدرس؟ والله المدرس أكبر. المدرس تعبان. المدرس ده يعني عليه عبء كبير قوي. الناس مفكرة المدرسين دول طالعين واكلين نازلين واكلين، والله المدرسين غلابة يا جماعة، وبالذات في الزمن اللي احنا فيه ده. مش كل يعني، فيا ريت ما ناخدش العاطل بالباطل. يعني مش يبقى حكمنا على كل المدرسين ان هم جزارين. مش يزعل من المدرسين دول لو هم موجودين في حياتنا مش هنتعلم. في وقت الكورونا وقت ازمات كتير قوي كانت ممكن توقف التعليم وتخلي الولادنا جهله ما بيفهموش حاجه. لولا المدرسين كانوا ولادنا ضاعوا خالص. فالمدرس نعمه في حياتنا. المدرس نعمه في حياتنا زي الدكتور، زي المهندس، زي اي وظيفه في المجتمع. بل المعلم ده كمان اهم مهنه في كل المهن دي، لانه اساس، هو اللي بيعلم كل المهن. طيب المعلم بقى دوره ايه؟ وان هو المفروض يعمل ايه مع الطالب ومع ولي الامر؟ يعني كمعلم كده يعمل ايه مع الولاد عامه؟ هو مدرسين المدارس الابتدائيه عليهم يعني عبء اكبر، ان هم مسؤولين عن الطلبه او التلاميذ. المدرسين يا جماعه خدوا بالكم، عينيكم في وسط راسكم. الولاد الصغيرين القلم ما يمشيش بيه. الطفل اللي في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي القلم ما امشيش بالقلم واجري العب مع اصحابي. القلم القلم يبقى على الكراسه. انا بكتب، خلصت كتاب اسيب القلم جوه الكراسه. ما تاخدش القلم وتجري بيه في الطرقه او تجري بيه جنب صاحبك او تعمل كده يروح جاي في عين اللي وراك. يعني المعلم ياخد باله. يعني انا عارفه ان الولاد مش فاهمين، هيمسك القلم وعمال يعمل كده. فاحنا ايه؟ ناخد بالنا. حط يا حبيبي القلم. المعلم ياخد باله اللي هم اولى ابتدائي وكيجي. كيجي الصراحه ما بيمسكوش الولاد القلم خالص. لما هو واقف قدامه يكتبوا قدامه بيقعدوه. ده في ناس اعرفهم بيعملوا كده، انما مش عارفه بقى الغالبيه بيعملوا ايه. يعني المفروض القلم ده سلاح في ايد الولاد. سلاح مش سلاح يعني انه بيتعلموا بيه او حاجه معنويه، لا انا بتكلم سلاح انه ممكن يعور حد، يعوره هو، يعور اللي جنبه. فبعد انتهائه من الكتابه ما يخرجش من الكراسه. القلم ما يخرجش من الكراسه. في ولاد فعلا منطويين ما بيبقى عندهم خوف وحاجه جواهم ان عنده رفض تام للاشتراك مع اللي حواليه بالكلام او التعاون، او لدرجه انه ممكن يبقى مش فاهم اي حاجه ومش قادر يرفع ايده يقول انا مش فاهم، او كمان لو عارف الاجابه يخاف يقوم يقولها. صح؟
على فكره وانا صغيره كنت كده، كنت ابقى عارفه الاجابه بقى واخاف ارفع ايدي كده، ابقى بعمل ايدي كده، يعني اللي هو على استحياء. عايزه اقول انا ومش انا، يعني مش ان انا مش عارفه الاجابه، لا عارفه الاجابه بس خايفه اقوم اتكلم. ينفع ابعت لك الاجابه في مسج؟ مش عايزه اقوم. بس الواحد انا حاولت واحده واحده لغايه ما اتمرنت طبعا على ان انا اتعود اتكلم في وسط جروب او ان انا اقوم اتكلم. كل حاجه بالتعود وبال يعني اللي قدامك بيساعدك. برضو المدرسين كانوا بيساعدوني، وكان في مدرسين لطاف جدا. في مدرسه كانت بتحبني جدا اقوم القي الشعر، كانت قولي قومي اقري شعر يا غاده، وكانت بتشجعني ان اقوم اقرا في وسط زمايلي. احنا دلوقتي بقى هنتكلم على دور المعلم في متابعه التلميذ ومتابعته مع ولي الامر. يعني انا كمعلم ما افضلش سايب الولد اللي قدامي ده عنده مشكله في الدراسه او مشكله نفسيه او ايا كان مشكله، وافضل طول السنه الولد في مشكله من غير ما ارجع لولي امره. في مدارس كتير قوي بيبقى في اخصائيين اجتماعيين بيتابعوا الموضوع ده ومفعل، وفي مدارس الاخصائيين ولا بيدوروا وسايبين الولد ضايع ومفيش اي حد بيتابعه ولا من اي ناحيه. انما انت كمعلم لازم تفضل ورا التلميذ بتاعك او الطالب. انما انت لو امتصيته وامتصيت الرهبه او الخوف او المشكله معاه واتكلمت معاه بهدوء، او اتكلمت مع ولي الامر بهدوء، ارجوك قول له هو عنده مشكله في الماده، في حاجه هو مش فاهمها. لازم اليومين دول كلنا نقف جنب بعض ونتكاتف مع بعض. اللي معاه حاجه يساعد بيها غيره لازم يعمل كده، لازم، والا الحياه دي بتاعتنا هتتعقد اكتر من كده، هيزيد السرقه وهيزيد الجهل. احنا في غنى عن الحاجات دي كلها، لازم نقف مع بعض ويبقى في بيننا وبين بعض رحمه كده وتكاتف. في نهايه كلامنا يا الامور كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عام دراسي حلو عليكم وسعيد، ويا رب كلنا نبقى سعداء، ما يبقاش في مشاكل خالص في حياتنا. ناخد الامور كده بالراحه، ولو قابلنا مشكله بالراحه نتعامل بالراحه، لان خلاص ما بقاش عندنا اعصاب، ضغوط الحياه بقت في كل حاجه. فبالراحه على نفسكم، بالراحه على اولادكم، بلاش نتعصب على بعض، والجأوا لربنا دايما في كل تصرفاتكم. نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا كان لازم اقولها في الاول. الصلاه للولاد من وهم صغيرين، عودوهم على الصلاه. دايما اسالوهم زي ما بتقولوا لهم كلتوا شربتوا، قولوا لهم صليتوا. الصبح وهو قايم من النوم الصبح وداخل الحمام قول له اوعى تنسى تتوضى، قوم يلا وانت بتصحيه من النوم، قوم يلا ادخل الحمام على ما تجهز له حاجته، اوعى تنسى تتوضى. لما يخرج من الحمام صلي والبس على طول، على طول خليك فوق دماغه. لازم نتعود عليها ونساعد بعض. الصلاة مش بس هتفيدنا، هنتسأل عليها يوم القيامة، بس هتخلي حياتك كلها راحة نفسية وهدوء واطمئنان، مطمن ان انت عامل اللي عليك. ربنا هيخلي لك حياتك كلها جميلة وشايف الدنيا كلها حلوة. خلوك وراهم. كمان عايزه اقول حاجه، ان ممكن ولي الامر نفسه ينسى يصلي او ينسى، يعني احنا مش ملايكه، يعني وارد الواحد يجيب صلاه على صلاه، يبقى تعبان فممكن ينام ما يصليش مثلا صلاه من الصلوات. علم ولادك ينبهوك انت كمان، يعني صليت يا ماما الظهر مثلا، لو انت ما شفتنيش صليت، فانا بقول لهم قولوا لي انا كمان لو انا سرحت او اتشغلت عن صلاه مثلا من الصلوات فكروني ونبهوني. وانا برضو لو نازلين ناخد بالنا، لو عرفنا نصلي قبل ما ننزل، اربط كل مواعيدك بالصلاة. يعني مثلا ايه، انا هنزل بعد صلاة الظهر هصلي وانزل، لا انا هرجع الساعة 3:30 مثلا قبل صلاة العصر، بعد قبل العصر هرجع قبل العصر مثلا عشان الحق العصر، لا ده انا مش هدي الميعاد ده بعد الميعاد الفلاني. طب انا رايح المكان الفلاني عشان في مسجد وفي مكان ينفع اصلي فيه، طب خلاص ايه هنزل. يعني اربط حياتك كلها بالصلاة. انا مش بقول لكم طبعا الكلام ده ان انا ماشية بالمسطرة، يعني والله انا بحاول وبجاهد. ده اعظم جهاد دلوقتي، ان انت تربط على دينك. القابض على دينه كالقابض على جمر من نار. الجهاد دلوقتي هو اننا نحافظ على ديننا وصلاتنا
في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده. الحياة صعبة والناس بتشتغل، ناس بتجري ورا اكل عيشها لان الحياة مولعة نار والاسعار نار. بس برضو حاول تصلي في مكان عملك. صلي بأول ما تروح على طول، لو معلش فاتك صلاة صليها مع التانية، ربنا اكيد شايفك. صلي وانت قاعد لو رجلك وجعاك، صلي، يعني ربنا مدينا صلاحيات كتير. طولت عليكم معلش في الفيديو ده، بس انا من زمان ما اتكلمتش معاكم كتير. مع السلامة.